تخيل معايا شخص اوقات يتوهم ان في حاجه حصلت وما تكونش حصلت، واوقات تانية يخاف من حاجات مش منطقيه خالص، واوقات ينام بدري وياكل اكل صحي، ومرات تانية يلخبط في نومه واكله، واوقات يتعصب لدرجه انه يكسر اي حاجه قدامه، وساعات يلاقي نفسه دخل في علاقه عاطفيه بسرعه جدا وبرضه خرج منها بسرعه جدا. الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده ما عندوش اي خلل نفسي او عقلي. السمات اللي احنا ذكرناها دي سمات شخص طبيعي. ما بالك بقى لو حصل في المخ مشكله؟ وقتها بنبدأ ندخل في عالم الاضطرابات النفسية والعصبية. طيب ايه الفرق بين الاضطراب النفسي والاضطراب العصبي؟ طيب بص، مخنا عامل زي الكمبيوتر، عبارة عن أجزاء. الأجزاء دي متوصلة ببعض وبتشتغل عن طريق سيستم أو نظام معين. لو حصل أي خلل أو عطل في جزء من أجزاء الكمبيوتر ده، وقتها نسميه اضطراب عصبي، زي مثلا الصرع أو الشلل الرعاش أو الزهايمر. كل دي أمراض بتصيب المخ عن طريق إن هي بتضرب جزء معين من أجزاء المخ. لكن بقى لما يحصل خلل في السيستم نفسه اللي بيدير الأجهزة دي، وقتها بنسمي الاضطراب اضطراب نفسي. خلل في السيستم بمعنى طريقة تفكير مش مظبوطة، أو مشاعر بتظهر في وقت مش مناسب، أو سلوك عدواني غير مبرر. الاضطرابات العصبية سهل نكتشفها ونشخصها ونعرف سببها، لكن الاضطراب النفسي مشكلته إنه مش باين في الأشعة. مخك باين إنه تمام، كل حاجة فيه سليمة، لكنه بيدير نفسه غلط. فببساطة الاضطراب النفسي ده هو عبارة عن سلوك أو شعور مسبب لك تعب، ومخليك مش قادر تمارس حياتك بشكل طبيعي، مخليك مش قادر تعيش وتنتج زي باقي الناس. لو عندك اكتئاب فده اضطراب نفسي، لكن شرط الاضطراب النفسي إنه يكون عائق عن أداء الحياة اليومية بشكل طبيعي. مخنا فيه مليارات من الخلايا العصبية، وكل خلية بتتواصل مع التانية عشان يقدروا ينفذوا عدد مهول من المهام خلال ثانية واحدة. وعلى الرغم من ده، فمخ كل واحد فينا مختلف عن التاني، زيه زي البصمة بالظبط. فممكن انت تشوف امر طبيعي لكن غيرك ما يشوفوش كده. ده غير المجتمع اللي على طول بيتغير. زمان كان في بعض الامراض النفسية بتصنف على انها مس من الشياطين والجن، دلوقتي مفيش الكلام ده. فمفيش حاجة اسمها فلان مجنون، لكن فلان تعبان ومتلخبط ومحتاج مساعدة. انت ممكن تكون فاهم ان الفرق بين الشخص الطبيعي والمريض النفسي واضح جدا واي حد ممكن يفرق بينهم، لكن الحقيقة مش كده. الخط اللي بيفصل بينهم هو خط باهت جدا، ده حتى ساعات كمان بيختفي. العلماء في المجال ده دايما بيعيدوا تصنيف الاضطرابات النفسية، وكل شوية يكتشفوا حاجة جديدة او يكتشفوا انهم كانوا على خطأ. فالموضوع معقد جدا، وفكرة ان ايه نعتبره مرض نفسي وايه لا مش سهلة ابدا. خليني اكلمك عن حاجة اسمها الحس المرافق. الشخص اللي بيعاني من الظاهرة دي عنده القدرة انه يشم ريحة معينة لما يشوف لون، او يسمع صوت معين لما يشوف رقم. ظاهرة غريبة لكنها مش مضرة، والشخص اللي عنده الظاهرة دي ممكن يعيش بيها طول عمره عادي بدون مشاكل. وهنا حاجة زي دي ما نقدرش نقول عليها اضطراب نفسي، لأن زي ما قلنا الاضطراب النفسي لازم يكون عائق على أداء المهام اليومية بشكل طبيعي. الإحصائيات بتقول إن 1 من كل 4 أشخاص على مستوى العالم بيمر بشكل من أشكال الاضطراب النفسي في وقت معين من حياته. وعلى الرغم من ده في ناس كتير ما بياخدوش الأمر بجدية، وبيكونوا شايفين إن المشكلة النفسية اللي بيمر بيها ابنهم أو بنتهم هي مجرد دلع أو كآبة، وده لمجرد إنهم ما عاشوش الإحساس ده بنفسهم. وده في حد ذاته بيوجع الشخص اللي بيعاني من اضطراب نفسي أكتر من الاضطراب نفسه. لكن في النهاية أنا عاوزك تتأكد إن في ناس زيك حاسة بمشاعرك وفاهمة أنت بتمر بإيه، وفي ناس بتحبك وعاوزة تساعدك. أنت مش لوحدك، أنت مش بتتدلع ولا كئيب، أنت بس محتاج حد يفهمك. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك وتشترك في القناة، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.